في بلد صغيرة بين البيوت القديمة والطين عاش أخين، واحد اسمه سليم والتاني عادل. سليم كان غني وعنده أرض ومال وبيوت، أما عادل فكان فقير بسيط يشتغل طول النهار عشان يجيب لقمة العيش ليه ولعياله الصغيرين. زوجة سليم كانت مريضة، وعشان كده جابت مرات عادل الجميلة تشتغل عندها في البيت، لكن رغم إنها طيبة كانت مرات الغني بتعاملها بقسوة وتخليها تشتغل من الصبح لآخر الليل، وفي الآخر تقول لها اللي يقع من الحبوب على الأرض هو ده أجرك، اجمعيه واخديه. ورغم الظلم كانت الست الفقيرة صابرة وراضية، وتقول لجوزها كل ليلة ربنا كبير يا عادل وهو اللي بيرزق مش الناس. وكانوا يدعوا ربنا كل يوم إنه يفرج همهم ويبارك في رزقهم. وفي يوم قال عادل لمراته أنا خلاص تعبت من الذل ده، أخويا بيهني وبيفكرني دايما إني فقير، هسيب البلد وادور على رزقي في أرض ربنا الواسعة. خدت مراته تبكي، لكن قالت له روح يا عادل وربنا يسهلك طريقك. خرج عادل وما كانش عارف هيروح فين. مشي أيام وليالي لحد ما وصل غابة كبيرة مليانة شجر وأصوات غريبة. الليل نزل والظلمة غطت كل حاجة، فخاف وقعد يبكي وقال يا رب أنا تايه وجعان ومش عارف أرجع. وفجأة ظهرت بنت لابسة أسود وشها مش باين، جريت بين الشجر فقام وراها لحد ما وصل لقصر كبير مظلم حوالينه البوم والنعيق. خاف في الأول لكنه قال أنا فقير ما عنديش حاجة أخسرها. فدخل القصر، ولما دخل شم ريحة أكل بتشهي. قرب من القدر اللي بيغلي وسمع صوت بيقول له واضح إنك جعان يا غريب. اتلفت لقى بنت جميلة واقفة، قالت له ما تخافش اسمي ياقوتة وأنا مش مؤذية، احكي لي حكايتك. قعد ياكل وهو بيحكي لها عن أخوه وظلمه وعن مراته الطيبة وأولاده اللي نايمين جعانين. اتأثرت ياقوتة وقالت له بكره لما تصحى امشي في الرواق هتلاقي 4 أوض، ادخل الرابعة وخد منها اللي تقدر تشيله من الفضة، بس إياك تفتح باقي الأوض. قال لها حاضر. ولما راح فعلا لقى 4 أبواب، فتح الرابع لقى جبل فضة، خد شوية بسيطين وقال ده كفاية عليا وعلى عيالي. رجع ولما شافته ياقوتة قالت له عشانك ما كنتش طماع، كل اللي خدته حلال ليك، ربنا هيبارك لك فيه. خرج من الغابة ووصل بيته، ولما شافته مراته وأولاده جريوا عليه فرحانين. اشترى حمار وقطيع غنم وبدأ يشتغل ويتاجر، وربنا فتحها عليه لحد ما بقى غني وبيته بقى قصر بعد الفقر والتعب. مرت الأيام وسمع أخوه سليم عن اللي حصل، فتحرق قلبه من الحسد وقال أكيد لقى كنز ولازم أعرف مكانه. وراح بنفس الطريق، ولما وصل القصر قابل ياقوتة. قالت له نفس الكلام، ادخل الرابعة بس وما تفتحش الباقي. لكنه ما سمعش الكلام، فتح التالتة لقى دهب، فتح التانية لقى ماس ولؤلؤ، فتح الأولى كانت مليانة رمل وشكله غريب. ضحك وقال دي أكيد أغلى حاجة. لكن أول ما مد إيده سمع صوت رهيب بيقول الويل لك أيها الطماع. وصرخت الرياح وبدأ القصر يهتز. خرج يجري مرعوب، لكن خرج وهو فاضي ولا خد لا ذهب ولا فضة. رجع بيخفي حنين. راجع بيته مريض وضعيف، وزوجته الجشعة سابته لما افتقر. أما عادل فاستقبله وقال له اللي فاتك يا أخويا علمني إن الرزق مش بالدهاء، الرزق من عند ربنا. سامحه واشتغل عنده. وكان عادل دايما يقول القناعة كنز لا يفنى، واللي بيرضى ربنا بيرزقه من غير حساب.